شركة ستارلينك أخيرا غادي تدخل لهم. اليوم غادي نعرفوا طريقة العمل ديالها والثمن ديالها ووقتاش غادي تبدا في المغرب رسميا، وحتى الصراع اللي كتواجهوا مع الشركات المنافسة بحال انوي اورانج ولا اتصالات المغرب. تخيل معايا انك تقدر تخدم بالانترنت في اي مكان في المغرب، تقدر تخدم في البلاد، في الجبولة، وحتى وسط الصحراء تخدم ليك. وماشي غير هادشي، نزيدك السرعة لا منازع لها، السرعة عالية جدا. هادشي هو اللي وعدت به ستارلينك في المغرب، شركة إيلون ماسك أغنى رجل في العالم. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ماروك ديالنا. اليوم غادي نهضروا على واحد من المواضيع اللي خلقت جدل كبير في المغرب. ستارلينك كلنا سمعنا بالإشاعات بلي أنها غادي تدخل المغرب، ولكن واش كاين شي حاجة رسمية كتأكد هاد الإشاعات؟ اولا خلينا نشرحوا كيفاش كتخدم هذه التكنولوجيا، ونستعرضوا كذلك الاسعار ديالها في الدول الاخرى، وغادي نشوفوا ايضا الفوائد والمشاكل اللي تقدر تجيبها للمغرب، وكيفاش غادي تواجهها شركة الاتصالات في المغرب. ما تبخلوش علينا بلايك ولا اشتراك ولا اللي قدرتوا عليه. بزاف ديال الاخبار كتقول على مواقع التواصل بان ستارلينك تم الترخيص لها في المغرب، وعما قريب غادي تبدا العمل ديالها. واش هادشي بصح ولا غير إشاعات؟ ولكن عندها أساس، لأنه في شهر دجنبر 2024 تم تسجيل فرع محلي لشركة ستارلينك للخدمات في المغرب في السجل التجاري بالدار البيضاء. ولكن التسجيل في السجل التجاري ماشي معناه أنه تم ترخيص، هو وثيقة كتمنحها السلطات المختصة في هذا المجال لأي شركة بغت تدخل المغرب، ولكن هذا الترخيص ستارلينك مازال ما عطاوهاش ليه. وخرجت اخبار كتقول بانه غادي يكون تقريبا $9، يعني 90 درهم مغربيه. وهادشي ماشي لابونمون ولا هادشي، هاد خلصها باش يوصلك بلي انه بدا استعمال ستارلينك في المغرب. وهادشي كامل اصلا توقف عند باب واحد اللي حنا عارفينه، هو شركات الاتصالات في المغرب، هما اللي شادين الضد مع ستارلينك. ولكن واخا يشدوا الضد، ستارلينك غتدخل المغرب، هذه ما فيهاش شك. غير بين قوسين، حسب موقع طنجة، انوي عرضت على ستارلينك العمل كوسيط لتوزيع الخدمة، ولكن ستارلينك رفضت العرض ديال انوي، وهذا الشيء لانه كتفضل تبيع الاجهزة والاشتراكات بينها وبين الشاري. ستارلينك كتبيع الخدمة ديالها مباشرة للزبون، لذلك الاتصالات كتشوف ستارلينك بأنها تهديد للعملاء ديالها والأرباح ديالها. والمشكلة ما كاينش غير في الشركات اللي كاينة في المغرب، كانت كذلك مخاوف أمنية. السلطات المغربية خاصة الهيئة الوطنية للماركات أعلنت على مخاوف كتعلق بأمن البيانات. أجي دابا نعرفو كيفاش كتخدم ستارلينك. ستارلينك هو مشروع تابع لشركة سبيس اكس، ديك الشركة اللي كتصنع الصواريخ في الولايات المتحدة الأمريكية. الفكرة بسيطة وزوينة، بدل ما تعتمد على الكابلات اللي كيدوزو تحت البحر أو لا المحطات الأرضية، ستارلينك كتخدم المئات ديال الأقمار الصناعية كيتصلوا بعضياتهم. كيفاش؟ الزبون كيشري واحد التفصيل صغير بحال البارابول اللي عندنا في السطح، غير هو صغير، هو كيوجه راسو لديك الأقمار تاع ستارلينك تلقائيا، كيتوصل بالاشارات مع الاقمار الاصطناعيه تاع ستارلينك، وهذا الشيء بسرعه خياليه. الميزه ديال هذا الشيء كامل هو ان الخدمه كاينه في اي مكان في العالم، اي بلاصه كنتي فيها في العالم غادي يخدم لك، حيت ديك الاقمار الاصطناعيه كتغطي مساحه الارض كامله، حتى في المناطق اللي ما عندهاش بنيه تحتيه. ندوزو دابا لاهم حاجه، الا وهي اسعار ستارلينك عبر العالم. والسؤال، واش غادي تكون معقوله في المغرب؟ الا كان الثمن معقول وسرعه الانترنت عاليه، راه ما غاديش يخليوها تخدم في المغرب نهائيا، وغادي يديروا لها بزاف ديال العراقيل. الاخبار كتقول بلي ان السرعه ديال ستارلينك في المغرب الا جات غادي تكون ما بين 100 حتى ل 400 ميجا بايت في الثانيه، والاسعار غادي تكون ما بين 2500 حتى ل 4000 درهم، وماشي في الشهر. هادشي غتخلصه مره واحده، يعني غتشري التبصيل والريسيفتور مره واحده. والاشتراك الشهري عادي غادي يكون ما بين 500 حتى 600 درهم. وهذا الشيء ماشي رسمي، حيت ما كايناش اخبار كتطبق ولا كتقول ليك باللي هذا الشيء رسمي. هذا الشيء غير احتمالات على حساب الاسعار اللي كتعرضها ستارلينك في الدول الاخرى. ستارلينك دابا كتعرض 3 ديال الانواع ديال لي زابونمون تاع الاشتراكات. النوع الاول هو اللي كتستعملو في المنزل، والثمن تاعو تقريبا $70. وكاين الطبق الثاني، يعني الطبق المتنقل اللي سموه، يعني اللي كدير في الطوموبيله ديالك ولا كتسافر به،
ولا في الرحلات، هذه كتكون غاليه شويه على الاولى. الاخراني يعني بيزنس، هذه تاع الشركات، هذا يكون غالي 100% اكثر من الاخرين، ولكن هذا مختص للشركات اللي محتاجه سرعه كبيره جدا، ماشي كبيره، اسمحوا لي، خياليه لتحميل البيانات. اما الاسعار في المغرب الا دخلت غادي تكون على حسب التكاليف واللوجيستيك والخدمات، يعني ما غاديش تكون رخيصه بزاف، ولكن غادي تكون منافسه للاسعار تاع الاتصالات المغرب حاليا. نجيكم دابا للفوائد والمخاطر ديالها، يعني واش ستارلينك خدامه المغرب ولا لا. نبداو بالفوائد. اهم حاجه في الفوائد هي ربط المناطق المعزوله، هذه هي الفائده الاولى في المغرب. علاش؟ حيت الالاف ديال الضواوير والقرى في الجبال والصحاري المغربيه ما كتوصلهمش الانترنت، وستارلينك غادي توصل الكونيكسيون زوينه وبسرعه جيده وبميجا بايت كبير، وهذا غيفتح آفاق جديدة للتعليم عن بعد، الصحة الإلكترونية والتنمية ديال التجارة في المغرب في القرى المعزولة. الطوارئ والكوارث، يعني في حالة الفيضانات أو الزلازل، ستارلينك غادي تكون هي شبكة اتصال الطوارئ في ديك الحالة. ندوزو دابا للمخاطر والسلبيات. ملي كنهضروا على شركة أمريكية يعني كيكون هنا تحدي وكيكون هنا خوف من تدفق بيانات المواطنين ديالها، يعني مواطنين المغرب لأي مكان في العالم، امريكان ولا شي بلاصه اخرى، يعني عبر اقمار اصطناعيه اجنبيه. ونزيدكم كاين تاثير على الاستثمار المحلي، السعر كما شفنا واخا ما كاينش بيان رسمي كتبان بلي ان الخدمه غادي تكون غاليه شويه وما غاديش تكون في متناول الجميع. خلاصه القول، ستارلينك كتدق بيبان المغرب، ولكن الدخول ديالها المغرب ماشي مجرد قرار تجاري، ولكن قرار استراتيجي للمس امن سيادي للبيانات المغربيه. صراحه الا دخلت غادي تكون نعمه للقرى المعزوله في المغرب، ولكن فيها خطر على مستوى المغرب عامه. واش كتشوفوا بلي انه ستارلينك ضروريه للمغرب؟ واش غادي تشريو الخدمات ديالها الا دخلت للمغرب؟ جاوبونا في التعليق باش نشوفوا اراء ديالكم، والا بغيتوا نهضروا على شي موضوع اخر كتبوا لي كذلك في التعليقات. ما تنساوش ديروا لايك للفيديو واشتراك، والسلام عليكم.